كي داير؟ اش خبارك؟ الليل وكان خصني ندير لك هذا الفيديو ونتكلم معك كيفاش العقل يقدر يفسر واحد الانسان تيعطيك واحد العلامات اللي هي مبهمه، يعطيك البارد ويعطيك السخون. انسان مره يبغيك ومره يعاديك، انسان مره يقرب منك ومره يبعدك، عيني فيه وما نقدرش نمشي ليه. علاش نقول لك هادشي؟ انا في عطله حتى المسبح، يعني حتى لا بيسين ولدها الصغير تيلعب معاها، تكون عنده شي 6 سنين، رمى عليها الماء ما خلاتلوش، سبا اكثر انواع ديال الاساءه اللفظيه وديال الاحراج وديال تقليل الشأن لطفل عنده 6 سنين ولا 7 سنين. الكلام اللي تيتسمع اللي ما تيتسمعش، ومن بعد هادشي كله في الاخر من بعد واحد الدقيقه قالت له انا عارفاك درتي بالعين، قول الحقيقه ولا سيدي ربي غيعذبك. يعني حتى الجانب الديني تيدخل في هذا الموضوع، وحتى التأنيب الضمير وحتى الخوف، يعني كيفاش هاد الانسان غيطلع سوي. والاغرب من ذلك ان دازت عاوتاني واحد 2 دقائق ومشات تكات فوق منه و حتى عنقاتو. يعني هاد الطفل شنو غيفهم؟ فينا هو الامان؟ فينا هو الخوف؟ فاش يولي مصدر الامان تيولي في نفس الوقت مصدر ديال الخوف. الحضن اللي خصو يحتضن تيولي داك الحضن اللي فيه العافيه، ومن بعد تنشدو ديك العافيه ونعاودو نخويو عليها الماء، نعنقك وندفعك، نبغيك وما نبغيكش. كيفاش هاد الانسان العقل اللاواعي كيفاش غادي يتصرف في العلاقات فاش غيكبر؟ هنا فين تيطلع هذاك الانسان اللي تيهرب من الحب، اللي تيولي اي انسان تيبادلو شعور طيب تيولي يشك فيه، لان العقل ديالو برمج ان القرب ماشي امان وان البعد حتى هو ماشي امان، كلشي تيتخربق ليه. بغيت نتقاسم معكم هذه القصه من الواقع اللي يمكن بيتين شفتوها ويمكن تجيكم هي عاديه، الا هذا العقل هذا ديال الاطفال ولا حتى ديال الناس الكبار ما تعرفوش يميزوا. لان فاش تقرب من واحد الانسان تعطيه الحب الاهتمام تتكثر عنده يعني واحد الهرمونات ديال السعاده والهرمونات ديال الترابط ديال لاتاشمون، وفاش تحيدهم ليه بحال تيولي بحال ديال الادمان، خصو هذيك الجرعه. وهنا كثير منكم حتى هي تطالين هذا اللي تسميوه كذلك التعلق الغير الامن. ومن هنا اللي هي تهلاو ليا براسكم، بغيتكم في امان الله وحفظه.